لم تتضح الصورة تماما، حتى الآن لم تتضح التفاصيل بشكل دقيق، ولكن مئات المواطنين يتجهون إلى المنطقة التي أحرقت فيها حقول القصب على ضفة نهر دجلة. والخبر الأولي الذي وصلنا كما ذكرت هو أن المواطنين العراقيين تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الطيارين. نعم ماجد، طبعا هذين المظليين أو هذين الطيارين نزل في بغداد على إثر إعطاب طائرتيهما. هل من معلومات عن هاتين الطائرتين ماجد؟ ما يزيد عن ساعة ونصف بواسطة القوارب وبواسطة هناك تجمع جديد، يبدو أنه قد ألقي القبض على الطيار الآخر. تجمع آخر في منطقة أخرى غير التي نراها يا ماجد؟ في نفس المنطقة. نحن نشاهد جموع من المواطنين فعلا وهي تلوح بأيديها في السماء وربما بعض الطلقات النارية. نعم، هناك إطلاق نار، يبدو أنه إطلاق نار ابتهاجا بإلقاء القبض على الطيارين. يبدو أن أكرر هنا مرة أخرى أن عملية إحراق حقول القصب، أحراش القصب المحاذية لنهر دجلة هي التي أجبرت الطيارين أو واحدا منهما على الأقل على مغادرة المكان وكشف نفسه لمئات العراقيين الذين كانوا يبحثون عنه منذ ما يزيد عن ساعة ونصف.